علي فهمي لمقر وزارة الحربية ويقبضوا عليهم ويتحقق معاهم ويتحكموا محاكمة عسكرية. لكن القرار بتاع الخديوي ده بطريقة ما وصل لأحمد عرابي وعلي فهمي، فاتفقوا مع الجنود والضباط اللي هم بيرأسوهم ان هم لو ما رجعوش من الوزارة بعد ساعتين يتحركوا ويحرروهم بالقوة، ولانه في الحالة دي هيكون تم يعني عمل شيء معاهم، يعني اتقبض عليهم او حصل لهم اي حاجة، فبعد ساعتين لو ما رجعوش الضباط والجنود يتحركوا عشان يخرجوهم بالقوة. وده اللي حصل فعلا، ان هو راحوا الضباط والجنود لوزارة الحربية وخرجوا أحمد عرابي وعلي فهمي بالقوة، وكسروا أساس غرفة المجلس وأهانوا وزير الحربية. وبعد كده قادهم بقى أحمد عرابي